وفي هذا الباب تجد من يسلك هذا المسلك، مسلك الفرقة والوقيعة في الولاة، يوصف بين عوام المسلمين بماذا؟ يوصف بمن لا تأخذه في الله لومة لائم، يقول كلمة الحق ولا يبالي، وألقاب تطلق في غير محلها حتى ينفخ في الناس. وحقيقة أمره أنه يشق صف المسلمين ويفرق كلمتهم، ولا يحقق فيهم ولا يتحقق فيهم على يديه خيرا. الخير بالاجتماع، الرحمة بالاجتماع، بإصلاح الأمور، بالنصيحة، بالدعاء، بالتعاون، باللين، ليس بإغار الصدور وتفريق الكلمة وتشتيت الشمل. هذه أمور لا يتحقق بها خير. فالشاهد أن هذه الأصول الثلاثة، الإخلاص والاجتماع والسمع والطاعة، أصول كثر بيانها في النصوص والأدلة، ولكن قل من يعمل بها بسبب الأهواء التي تتجارى بالناس. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين، وأن يصلح أحوالنا، وأن يبصرنا بسنة نبيه الكريم، وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لما أمرنا الله به، وأن يصلح أحوالنا بالسنة، وأن يجمع كلمتنا على الحق والهدى، وأن يعيذنا من البدع والأهواء والفرقة، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.